السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر شعبان. يا رب بلغنا رمضان، اللهم امين. ده كان فلفل جاي مع اكل جاهز مشوي. قلت يا بنتي تعملي ايه، ما ترميهوش يعني، وتصرفي برضو كده كده نعمل اي اكل هنحط فيه خضار. فخرطته، وده شبت وبقدونس وكزبرة وفلفل. نعمل أكلة السمك الحلوة دي معاكم. صينية سمك وسمك مقلي وجمبري. والرز النهاردة هنا بقى الفكرة في الرز، وهقولك ازاي. كل ما يكون يعني لو الرز باظ منك ولا بقت واحدة وواحدة ما استواش كويس، هتصلحيه ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ركزوا بقى معايا عشان تعرفوا ازاي حتى لو الاكل طلع دلع تظبطيه، لو طلع حادق ازاي تصلحيه. الرز بقى لما جزء يعجن او يستوي قوي وجزء يبقى لسه ني، هنصلحه ازاي هنشوف مع بعض. دي هنا توابل: فلفل اسمر، كمون، كزبرة، شطة، توم، خل، ليمون، او ده هنا كان ليمون بس، وملح، وتوابل سمك. انا كمني اول مرة استعمل توابل السمك فبرضو حطيت حاجات من التانية، دي اللي هي توابل السمك مع الليمون. تقليبة كويسة، السمك مغسول كويس قوي. وعشان مش هيقعد في التتبيلة وهعمله بسرعة، بروح فاتحاه كده. وطبعا مغسول كويس وطبعا لحمه يبقى ناشف كده. هتبله بقى التتبيلة دي، بس كان المفروض مثلا يقعد شوية او نزود الملح شوية علشان نظبطه. انا هنا ما زودتش الملح واعتمدت على الملح اللي انا دقيت معاه التوم، ونسيت احط الملح بعد ما استوى. هتقولي لي بقى ازاي تستوي، هو يعني يستوي دلع وبعدين تظبطيه تاني يبقى ملحه كويس؟ هقولك ازاي دلوقتي ده الخضار اللي عندنا. حتى الجزر ده كان في الاكل الكباب الجاهز، فخضار محدش كله، رحت انا ايه عاملاه. هنا بقى البصل دعكته في التوابل بتاعه السمك برضو، يعني ايه، حطيت برضو عليه التوابل اهو، وزعتها. والسمك طبعا متبل معانا كويس. حاجة بقى كده جرنشة يعني. فلفل بقى، طماطم مش كتير عشان ما يبقاش كأنه بالصلصة، لأ. حتى الطريقة دي أنا كنت بعملها مع البوري أيام ما كنا بنجيب البوري. الله يرحم الأيام دي. الحمد لله، ربنا يعيدها إن شاء الله ويعيدها علينا وعليك ويوسع على الجميع يا رب. بعدين بقى نعصر ليمونتين محترمين، ونرش رشة زيت محترمة، ونحط حبة خل كويسين زي نص فنجان كده، وبعدين نغطيها كويس. المفروض كنت احط كوباية مية عشان لما تغلي الطعم يتشرب من بعضه، لكن انا حطيتها كده. هنا بقى البصل هنحط عليه نفس التوابل: فلفل اسمر، كمون، ملح، وبهارات سمك عفوا. ويتحمر قوي. ليه لما يتحمر قوي البصل وتيجي تعملي، لو حمرتيه قوي قوي يدي مرارة؟ ايه اللي يخلي ما يديش مرارة في الرز؟ اقوم حاطه حبه الطماطم دول. لا، والخطوه التانية حتى لو ما حطيتش طماطم، اولا هتحطي نص معلقه سكر، ولازم الميه تغلي كويس قوي لغايه ما تديني اللون ده. وطبعا الرز مغسول ومنقوع حوالي نص ساعة. انا في العادي ممكن انقع الرز ساعة، ممكن يقعد لي تاني يوم في التلاجة واجي اعمله يبقى حلو جدا برضو. فانا هنا ايه، المفروض المية تبقى مغطياه. الحركة دي سببت انه جزء تحت يستوي وفوق كان يبقى ني ابيض خالص. هتشوفوا شكله في الاخر. لو انتوا معايا لسه اعملوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني جديد، لاني انا مش هعمل اكلات بس، انا هعمل كمان تكات بافكار، وازاي لو حصل لك مشكلة في الاكل ما ترميهوش وازاي تحليها. ده هنا الجمبري تقشريه وتغسليه بمية وليمون، وبعد كده تحطي له نفس تتبيلة السمك والخل. بسم الله والحمد لله والصلاة. هنا دي العجينة بتاعة الجمبري: مية ودقيق عليها ملح وفلفل بسيط برضو. وهحطها كده، بس انا يعني ما عملتوش بالطريقة دي قبل كده، بس قالت لي اللي عايزة الجمبري ده يعني اختي، فقالت لي اعملي الطريقة دي. قلت اما اجرب طريقتها، فعملته كده. وعليها حبة نشا، معلقة نشا، وقلبت الجمبري فيه كده. الجمبري
ما يقعدش في الزيت يتقلي كتير، يعني الزيت يبقى سخن. اول ما ياخد لون اطلع الجمبري، لان لما تتكي عليه في النار بيقرش، يبقى كأنه يعني كأنه كاليماري بقى، ولا مش عارفة اللي هو بيقرش ده. فتشيليه على طول. هنا انا طلعت صينية السمك بتاعتنا الحلوة دي، لقيتها ايه بقى؟ دلع. اتصدمت. طب هي خلاص نشفت، طب نحلها ازاي المشكلة دي وكمان وبسرعة؟ رحت جايبة كوباية مية سخنة عليها زيت وليمون وخل وملح وفلفل تاني، ورحت رشهم عليها خالص. وبعدين جبت كوباية مية من الجنب سخنة برضو وحطيتها وغطيتها ودخلتها الفرن 5 دقايق. اتظبطت جدا. الرز بقى اللي بجد انا ما صدقتش انه طلع كده. اول مرة الرز ما كانش يتظبط مني. لقيت الجزء اللي فوق ابيض وتحت ايه ني. طب اعمل ايه؟ رحت مقلباه مرة واتنين، برضو في ني قوي وفي مستوي قوي. رحت حطيت كوباية مية، نزلتها عمودي في نص الحلة، مش رش، عمودي. وبعد كده رحت ايه، معليه النار وسبت الحلة متغطية. قام استوى كله زي بعضه ونزل زي ما انتوا شايفين كده. لو انتوا وصلتوا لغاية هنا يا ريت تعملوا لايك واشتراك وتشرفوني بتعليق وتقولوا لي رأيكم. واحنا يا جماعة مش محتاجين اكل يبوظ مننا الايام دي. دي سمكة بولتي عشان انا بحب البولتي، ما بحبش الاكل التاني. المكرونة والمكرونة بنفس خلطة الجمبري بنفس التوابل برضو. فدي كانت اكلتنا يوم صيام كده.